السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني قوي قوي من الفيديو اللي فات. يلا كده قبل ما نبدأ الفيديو بتاع النهاردة كلنا نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. النهاردة هنعمل مع بعض ايه؟ هعمل النهاردة فتة ولحمة. قلت بقى ابدأ الفيديو معاكم من الاول كده، من قبل ما نسلق اللحمة، علشان اقول لكم برضه انا بحط توابل ايه في الشرب. اهو جبت الحلة، حطيت فيها مية، حطيت فيها مرق الدجاج، ورق لورا، حبهان، قرفة، كبوبة صيني، بصلايه، طماطمايه. عايزه اقول لكم بقى ان التشكيله دي او التوابل دي بتخلي ريحه الشوربه تحفه، يعني بتبقى فعلا الريحه ماليه الشقه. فانا دلوقتي هسيبها بقى عقبال ما تغلي، قبل ما احط اللحمه تغلي شويه. ولو انت بتشوفيني لاول مره يا ريت تعملي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ودلوقتي بقى الشوربه بتاعتي غليت اهي، مش عايزه اقول لكم بقى على ريحتها تحفه ماليه الشقه فعلا. ورحت ايه حاطه اللحمه عليها. اي قطعه لحمه عندك حطها ايا كان كميتها ايه. بعد كده انا عايزه احمر العيش بتاعي في قلب الزبده. حطيت معلقتين زبده اهم زي ما انتم شايفين، بسيبهم يسخنوا شويه واروح نازله بالعيش وافضل اقلب ايدي فيها شويه لحد ما يشخل او لونه يصفر، يبقى لونه ذهبي كده وبيبقى متحمص كده بسيط. فيه لو عايزه تحمصيه قوي برده حمصيه، بس انا بحمصه ايه يعني نص تحميصه كده، بيبقى طعمه جميل قوي بالسمنه بصراحه. وفي ناس ممكن تضيف عليه توم كمان او تضيف خل، بس انا بكتفي بالسمنه بس. ايدي بقعد اقلب فيه لحد ما بيحمر شويه زي ما انتم شايفين كده، لونه بقى ذهبي وجميل ازاي. وتسمعي كمان صوته كده وصوت الشخشخه بتاعته في قلب المعلقه. بعد كده اللحمه داخله على السوا برده اهي. بعد كده جبت حله فيها شويه زيت ورحت غاسله الرز اللي عندي. انا كنت عامله حوالي نص كيلو رز، رحت غاسله الرز وحطاه مقلباه في الزيت اهو، بقلبه او اشوحه كده، عباره عن دقيقه بشوحه في الزيت. وبعد كده بروح نازله عليه بالشوربه بتاعه اللحمه. طبعا بعد ما اللحمه بتستوي اهو بنزل عليه بالشوربه بتاعه اللحمه. يعني انا ما بحطش مقدار معين، انا بحط ايه بالنظر كده او بالبلدي بالويم، علشان انا ما بحبش احط كوبايات معينه او عدد معين من الميه. هو ايه بالنظر كده لحد ما هو ما بيغطي الرز زي ما انتم شايفين، وانا بعرفه بالنظر ان هو ايه، ان هو كده مظبوط، يعني مش محتاج شوربه تاني اهو زي ما انتم شايفين كده. وممكن اضيف له برده نص مكعب مرقه دجاج او مكعب، لان هو ما تزوديش برده في مرقه الدجاج لانه اصلا معمول بشوربه عشان يبقى خفيف برده اهو زي ما انتم شايفين. بقلبه كده واحط عليه نص مكعب مرقه دجاج، وبرده اظبطه بشويه ملح. بنزل بمرقه الدجاج واروح ضايفه له برده شويه ملح لحد ما تظبط الطعم فيه. بتدوقوا برده الشوربه بتاعته تشوفها، لو هي عايزه ملح بتزودي زي ما انتم شايفين. يا ريت بقى تشجعوني بلايك جميل او اشتراك في القناه، عشان ده بيفرق معايا وبيشجعني اعمل لكم فيديوهات تانية. هنيجي نعمل الصلصه مع بعض. احط شويه زيت واحط فصين 3 توم، او لو مثلا فصوص كبيره بحط 3 يعني مش اكتر. او بشوحه بقى ايدي بتبقى فيه على طول عشان التومه ما تتحرقش مني، لانه هو حساس جدا على البوتاجاز. ومن قل يعني من قل نار او كده بيصفر معايا على طول اهو. ايدي بتبقى فيه على طول اهو، بفضل اقلب فيه لحد ما اوصل اللون اللي انا عايزاه اهو. بقلبه واروح نازله عليه، نزلت عليه بشويه خل برضو، ما بزودش الخل قوي في الصلصه. بخلي بقى الخل يغلي فيه حوالي يعني دقيقه كده برضو في قلب التومه. بقلبه كده شويه، بقلب التوم مع الخل. ما اقدرش اقول لكم بقى ريحتها تحفه. واروح نازله بالطماطم اللي عندي يعني، بنزل بيها على الثوم والخل بعد ما بياخدوا غلوه مع بعض. بروح نازله بالطماطم اللي عندي اي كميه بقى انت عايزاه، وتظبطي بقى. ممكن احط بقى ملح، بهارات، فلفل اسمر، التوابل اللي انت عايزه تحطها فيها تضيفها لها. واسيبها تتسبك، اسيبها حوالي بتقعد ربع ساعه كده على ما تتسبك او تبقى صلصه، حوالي بتاع ربع ساعه كده. عايزه اقول لكم بقى اشتركوا في القناه واعملوا لايك، لان ده بيفرق معايا قوي، وبتشجعوني كمان ان انا اعمل فيديوهات وابقى متواصله ونبقى متواصلين مع بعض على طول. يا رب يكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم، ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.